السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقول لكم الاول انا بعتذر لكم لاني كنت قايله في الفيديو بتاع يوم الخميس اللي نستنوا فيديو بتاع يوم الجمعه ان شاء الله يعجبكم، اللي المفروض كنت انزل الفيديو ده امبارح. بس والله ما كانش عندي وقت خالص. عبال لما خلصت كان عندي بقى ايه حاجه تانية خالص بره المطبخ. ابني كان اول يوم امتحان النهارده، فكان لازم بقى اول لما اخلص شغل اقعد معاه بقى. طبعا عارفين الولاد في السن دوت، هو لسه في 5 ابتدائي. لو ما قعدتيش معاه خلاص بقى مش هيذاكر ومش هيعمل اي حاجة يعني. ربنا يا رب مع ولادنا جميعا يا رب، ويجعل مجهودهم كله وتعبهم بفايدة ان شاء الله. تعالوا بقى ندخل على الفيديو وتتبيلاتنا وكل حاجة. زي ما انتوا شفتوا انا كان معايا بطة كده ما شاء الله مكلبظة، وكان معايا سمان اللي انتوا شفتوه ده من شوية اللي هو عدى وايه وانا باغي معاكم. حطيت يا دوبك بصل، حطيت بصل في الكبة وبشرته، وبعد كده قمت ايه حط عليه ملح وفلفل اسود وتبلته بيه. كان معايا بط ومعايا سمان مش حمام. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. المقطع اللي عدى دوت النور قطع. بصوا الفيديو كله كان حاجات غريبة يعني. النور قطع بمجرد لما حطيت ايه البصل. حطيت معلقة سمنة كبيرة وبعدين نزلت بالبصل عشان اعمل الحشوة بتاعت الايه البط والسمان. وبعد كده بعد لما اخد اللون قمت حط عليه بقى الرز، وبعدين حطيت عليه التوابل ملح وفلفل اسود وشوية من القرفة. تمام. هبدأ بقى اشوح الكلام ده كله مع بعض، بس اهم حاجة الرز البصل يبقى لونه غامق، يبقى متحمر ايه. تهدي النار عليه وتسيبيه لغاية لما ياخد اللون الايه البني ده. دي اول حله. الحله اللي هناك اللي انا بقلب فيها دي طبعا حطيت شويه زيت وعصره ليمون وسلقت الورق العنب بالطريقه العاديه. اما الحله الكبيره اللي انتوا شايفينها دي انا قلت اول حاجه احطها عشان هتاخد وقت معايا، احط الميه بتاعه البطه تغلي علشان عبال لما الحله طبعا البطه كبيره وكميه الميه هتبقى كتير، هتاخد وقت عبال لما الميه ايه تغلي. تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه. جبت بقى الكبده بتاعه البط والانثى، طبعا بما ان الكبده بتاعه البط والانثى بتبقى جامده، فشوحتها بمعلقه سمنه صغيره خالص. وبعد لما اتشوحت كده او اخدت صدمه قمت نزلت عليها بنص كوبايه او كوبايه من الميه المغليه وسبتها على نار هاديه. وبعدين ايه حطيت ملح وفلفل وبابريكا. ملح وفلفل وقرفه، قصدي مش بابريكا، ملح وفلفل وقرفه. تمام. وبعد كده بقى قمت واخده الكبده دي حطها على الرز وقلبته كله مع بعضه. تمام. لغايه كده خلصت الحشوه بتاعت ايه بتاعت البط اللي انا هحشيها. تعالوا بقى هنا نبدأ نعمل خلطة المحشي. انا جبت معايا حطيت ربع كوباية من الزيت، وبعدين حطيت بصلتين كده فرمتهم في الكبة ناعم ونزلتهم عليهم بالزيت بقى. وبقى ايه هبدأ اشوحهم كده زي ما انتوا شايفين. وقطعت كده قرنين فلفل، او لو حابة تحطي ده دول سبايسي حابة تحطيه رومي مفيش مشكلة. انا بفضل الفلفل اللي هو الاحمر، بس في الوقت ده ما كانش عندي. الرز بقى هنا بعد لما خلاص استوى بنسبة 50% او يعني خلاص فضل يعني ايه لا اقل من 50%، لان البط لسه هياخد وقت على النار. فيدوبك ايه اللي انا شوحته بس. قمت حطيت عليه حوالي نص كوباية من الزبيب وسبته برضو ايه هديت عليه النار شوية. تمام. تعالوا بقى نرجع لخلطة المحشي. بعد كده بعد لما البصل اتشوح مع الفلفل قمت نازلة بمعلقة كبيرة من الصلصة، وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا. تمام. توابل ايه ما بحطش توابل تانية ولا بحط كمون ولا كزبرة. الحاجة الوحيدة اللي بحطها بحط نعناع، دوت بيفرق خالص يا جماعة في المحشي. وهسيبها بقى تتسبك بالطريقة العادية. تعالوا بقى هنا نشوف هنعمل ايه. دي بقى حشوة الرز زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. عايزة اقول لك كانت ريحتها تحفة. تعالوا هنا بقى نبدأ نعمل ايه نحشي البطة. طبعا البطة زي ما قلت لكم ما شاء الله حجمها كويس. هبدأ بقى احشيها بالمعلقة طبعا زي ما انتوا شايفين ايه الرز سخن جدا. وكمان ايه وانتي بتحشي البطة اهم حاجة ما تخليهاش مليانة رز، يعني ما تكبسهاش. الرز ده لسه ني يا دوبك، هو يا دوبك ايه يعني متشوح كده او طرى شوية، لكن هو لسه لو يعني دقتيه كده هتلاقيه ايه بيقرش معاكي.
بعد لما حشيتها بقى هجيب عصايه الشيش طاووق، طبعا مش هتنفع الخله ديت الصغيره علشان الجلد بتاع البط بيبقى ايه سميك شويه، فجبت عصايه الشيش طاووق. وزي ما انتم شايفين، فاكرين زمان البنطلونات لما كانت الاستك بيفك بندككها؟ هي دي هنعمل كده، هندكك البطه كده ايه عكس عكاس كده عشان ايه ما تفتحش معانا. وحشيت برضو من الزور كده الرز، وخلاص على كده. وهبدأ بقى ايه اقفل برضو ايه من ناحية الزور كده علشان الرز ما ايه ما يفك ما يقعش في الشوربة يعني. تمام كده، اول حاجة ايه خلصت معي. هنبدأ بقى دلوقتي نحشي السمان. عايزة اقول لكم السمان ده ما كانش اوردر، ده كان اكل البيت. بس انا ولادي بيحبوه محشي كده زي الحمام، بس انا بفضله مشوي. يعني لو هتقولي لي السمان طبعا بيبقى حلو، بس طبعا مش هيديكي طعم الحمام. خلينا صراحة، هو الحمام حمام، مش هيديكي نفس الطعم بتاع الحمام، لكن سمان مشوي رائع. جربوه ان شاء الله، هعمله معاكم قريب. وبرده السمان المحشي حلو، بس انا بقول لكم الافضل يعني. تمام. تعالوا بقى هنا نبدأ نعمل ايه، نبدأ نسلق البطة. بعد لما المية غلت بقى حطيت فيها كل المطيبات بتاعتي، بصل وطماطم ورق لوري حبهان مستكة. وبعدين نزلت ايه بالبطة. هسيبها بقى تغلي كويس قوي وبعد كده اول لو طلعت ريم ولا اي حاجة هشيلها، وبعد كده ههدي النار عليها. تعالوا هنا بقى نجهز الشوربة برضو بتاعة السمان. ممكن كنا نحط الشوربة السمان ده في الفرن، بس بما ان انا كنت هعمل حاجات في الفرن فقلت اسلقه وخلاص. حطيت بس الحاجات بتاعة الشوربة العادية، برضو بصل وطماطم وورق لوري وحبهان ومستكة، وهنزل بالسمان. تعالوا بقى نبدأ نعمل خلطة المحشي. زي ما انتوا شايفين انا بحب ادعك بصل كتير كده مع شوية من الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة. وبعد كده بقى ايه حطيت الرز وغسلت، وايه بعد ما غسلته طبعا وصفيته، وهبدا احط شويه توابل ملح وفلفل وبابريكا، نفس التوابل اللي حطيتها في الصلصه. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالصلصه. تمام كده، خلطه المحشي معايا جاهزه. تعالوا بقى هنا نبدا نعمل ايه، نظبط الطاجن. هنا بقى جبت بصل واقطع طماطم كله شرايح كده. هعمل ارضيه للطاجن دوت او البرام بالبصل بالبصل والطماطم والفلفل. تمام. وهحط عليها بقى ايه شوية ملح وشوية فلفل وشوية بابريكا. ايه هظبطهم. لو عندك برضو العيدان بتاعة الخضرة، يعني بعد ما بننضف بتشيلي العيدان، اغسليها برضو ايه ممكن تحطيها من تحت يعني. بس انا كده خلاص حطيت زي ما قلت لكم بصل وطماطم وفلفل، وهبدأ بقى ايه احشي الطاجن ده بالطريقة العادية خالص. تمام. طبعا انا مش هطول عليكم الفيديو، هقعد ايه احشي معاكم كل الكمية دي يعني. انا هعمل طاجنين، هخلص الكمية ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. لسه الفيديو فيه مفاجآت حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. تعالوا هنا بقى نشوف البطة. زي ما انتوا شايفين خلاص هي دخلت في السوا، هبدأ بقى اطلعها. شايفين بقى الجناح، تعرفي اللي هي استوت من الجناح. تلاقيه الجناح خلاص الجلد واللحم فصل كده وباين يعني. طلعت بقى البطة، وهبدأ بقى اجيب معلقة من الصلصة كبيرة، واحطها في طبق، واحط عليها ايه شوية من الشوربة كده. وبما اني هسقي المحشي يعني هسقيه بشوربة، مش هحط له ميه ولا حاجة، فمش هحط سمنة عشان طبعا شوربة البط دسمة، فمش هحط ولا سمنة ولا اي حاجة. هو كل اللي هحطه على الشوربة معلقة صلصة بس، وخلاص على كده. وهغطيه بورق فويل بقى، وادخله ايه الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. هيقعد معايا حوالي ساعة، بس هتاكلي ورق عنب تحفة. تعالوا بقى هنا طلعت السمان طبعا زي ما انتوا شايفين، وطلعت ايه البط، وهنبدأ بقى نعمل لهم حاجة علشان ندخلهم الفرن. بس قبل ما ندخلهم الفرن طبعا في الوقت ده كان ايه نسيت. طاجن الورق العنب كان في الفرن، فكنت مستنية لما يطلع عشان ايه ندخل البط. تعالوا بقى نعمل الرز. هنا شوية رز تحفة. هنا بقى انا حطيت ايه بصل كتير كده، قطعته او فرمته في الكبة على معلقة سمنة، وبعدين شوحته كله مع شوية من القرفة ونص معلقة من الكركم وملح بس. حطيت قرفة وكركم وملح. طبعا انت حابة تحطي كركم تمام، مش حابة ممكن تستغني عنه. بس طلع رز رهيب والله، بجد جربوه هيعجبكم قوي.
وبعد كده بقى نزلت بالرز بكمية الرز اللي عندي، وفضلت بقى اشوح كله مع بعضه، البصل مع الرز مع شوية التوابل اللي هي القرفة والملح والفلفل والكركم، وممكن كمان تحطي مرقة دجاج. تمام. اول لما تشوح كده واخد اللون الاصفر الحلو كده، قمت نازله عليه بايه، بمقدار الميه اللي انا عايزاه. هسيبه بقى يستوي بالطريقه العاديه، وبعد كده وحطيت رز مصري، ده مش رز بسمتي، رز مصري خالص. ما حطيتش رز بسمتي اقصد. هنا بقى تعالوا بقى نعمل ايه حاجه كده للبطه ان شاء الله تعجبكم. جبت معلقه من الصويا صوص وحطيت عليها ايه، شويه من الشوربه، وبدات بقى ايه على شويه ايه سمنه، يعني نص معلقه سمنه، ودهنت الوش كله بتاع البطه، وبعدين دخلتها تحت الشوايه. طبعا لو ما عندكيش دبس رمان او صويا صوص ممكن تستغني عنهم وتحطي صلصه. انا حطيت دبس رمان على شوربه على نص معلقه من السمنه وشويه فلفل وشويه ملح طبعا، وبعدين دخلتها تحت الشوايه. هنا بقى تعالوا بقى نشوف الملوخية. خدت بقى صفيت طبعا الشوربة بتاعت البطة، وبعد كده قمت هبدأ نعمل ايه الملوخية طبعا بالطريقة العادية خالص. وفي الطاسة دي حاطة فيها معلقة من السمنة، وكمان ايه شوية اول لما حطيت معلقة من الثوم، اول لما الثوم ياخد لون هبدأ انزل بايه، بشوية من الكزبرة. الملوخية علشان تطلع معاكي خضرة وجميلة، خرطيها بالمخرطة، ما تضربهاش في الكبة. طبعا الشوربه قد ايه بالنسبه للملوخيه، انا والله مش بعاير بس بعيني. بس لما تيجي تعملي الملوخيه حاولي تخلي الشوربه اقل، يعني قليله، لو احتجتي هتزودي. وبعد كده حطيت الطشه عليها وخلاص. تعالوا هنا بقى نبدا نعمل المكسرات للرز. طبعا الرز اللي انا مجرد لما اتشرب انا حطيت جواه كمان ايه نص كوبايه من الزبيب. هنا بقى جبت معلقه من السمنه، وبعدين حطيت شويه من اللوز. اللوز طبعا بياخد وقت في التحمير، او اللي هو يعني يتشوح في السمنه. حطيته الاول وبعد كده قمت حاطه ايه الزبيب يتشوح وخلاص على كده. تعالوا بقى اوريكم الرز وجماله ولونه، بجد كان تحفه. ما شاء الله، الف هنا وشفا ليهم. ريحته كانت فظيعه. وبعد كده بقى خلاص جبت البطه حطيتها فوقيها، وادي بقى المكسرات اللي اتحمرت، الزبيب مع جوز مع اللوز. بجد الف هنا وشفا ليهم. شكلها حلو، وكمان في التقديم شكلها حلو. وبس تعالوا بقى نكمل بقية ايه الاوردر بتاعنا. وادي الورق العنب طلع، وادي بقى الشكل النهائي. عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظالمه ظالمه الشكل، والله بجد كاميرا التليفون ظالمه الشكل الحاجه. بس وادي الورق العنب الطاجن التاني، وادي الورق العنب، وادي السمان طبعا حمرته في الزيت عادي. بس زي ما قلت لكم هو مش بيبقى